كان يا مكان بنت قمر اسمها زينة. زينة كانت بتحب اللعب طول الوقت، تصحى ألعب، تاكل تلعب، ولما تيجي سيرة المدرسة تقول: إيه ده؟ هو أنا لازم أروح المدرسة؟ يا ماما أنا زهقت، إيه الفايدة من كل المذاكرة دي؟ ماما زينة كانت ست حكيمة وصبورة، راحت قاعدة جنب زينة وقالت لها: يا حبيبتي، المدرسة مش بس مكان للمذاكرة، دي مغامرة كبيرة، وهقولك حكاية صغيرة عشان تفهمي السر. قالت ماما: كان في زمان أمير شاطر وذكي اسمه الأمير نور. الأمير نور كان عنده كل حاجة، أحسن الألعاب وأحلى حصان وقصر كبير، بس كان عنده مشكلة صغيرة، ما كانش بيعرف يقرأ الخرايط كويس. في يوم جه مندوب من بلد بعيدة وقال للأمير نور: يا سمو الأمير، في كنز كبير مستخبي ورا جبل الضباب، والمفتاح بتاعه موجود في كتاب مكتوب بلغة غريبة. الأمير نور فرح جدا، بس لما جاب الكتاب بص فيه لقى حروف ورموز مش فاهم منها ولا كلمة. حاول يتسلق الجبل، بس خريطة الطريق كانت لغز كبير. قعد الأمير زعلان وقال: يا خسارة، كل الثروة دي موجودة، بس أنا مش عارف أوصل لها عشان ما تعلمتش القراية والكتابة والعلوم. ماما زينة كملت الحكاية وقالت: الأمير نور ساعتها فهم إن العلم هو المفتاح اللي بيفتح كل الكنوز والأبواب المقفولة. رجع الأمير نور وبدأ يتعلم بجد واجتهاد. تعلم الرياضيات عشان يعرف يقيس المسافات ويحسب أبعاد الجبل. تعلم اللغة، القراية، عشان يعرف يفك شفرة الكتاب اللي فيه المفتاح. تعلم العلوم، الساينس، عشان يعرف طبيعة الصخور والطقس اللي هيقابله في رحلته. بعد سنة كاملة من الدراسة والاجتهاد، الأمير نور بقى شاطر جدا. رجع للكتاب وقدر يقراه ويفهم الخريطة. ساعتها عارف يوصل للكنز، وكمان بقى أذكى وأقوى أمير في المملكة، بيحل كل المشاكل وبيساعد كل الناس. ماما بصت لزينة بحب وقالت لها: يا زينة يا حبيبتي، المدرسة بتخليكي زي الأمير نور. شوفي إيه هي الفوايد اللي بتاخديها من كل يوم في المدرسة. المدرسة بتعلمك إزاي تفكري وتخططي لمستقبلك. المدرسة بتخليكي تعرفي علوم مختلفة وتبقي قادرة تعيشي في المجتمع لأنك بتتعاملي مع أصحاب مختلفين. المدرسة بتعلمك دينك وبتخليكي منظمة ومسؤولة. المدرسة بتخليكي شاطرة ومفيدة لنفسك ولبلدك. وفوق كل ده في سر أجمل وأعظم، سر قاله لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة. يعني كل خطوة بتمشيها للمدرسة وكل حاجة بتتعلميها، ربنا بيخلي طريقك للجنة أسهل وأجمل. المدرسة مش بس بتخليكي غنية بالمعرفة في الدنيا، دي كمان بتساعدك تكبري في مكانك في الجنة. مين بقى يكره طريق بيوصله للجنة؟ زينة ابتسمت وفهمت السر الكبير. قامت بسرعة، لبست شنطتها وبصت لمامتها بحماس وقالت: يلا يا ماما، أنا دلوقتي مش رايحة المدرسة بس، أنا رايحة أدور على مفتاح الكنز، ورايحة كمان أسلك طريق الجنة.